بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب. سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي. تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائري. غافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما. فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما. ربي لكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة. اكشف لي الأسرار والغوامضا يا خير من كشف سرا غامضا. لاجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا. لي قد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن ولتعصما قلميا. هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات. هب لي كوني بشر كل من يتوب وللظواهر أب مع الغيوب. هب لي كوني بشر كل من يتوب وللظواهر أب مع الغيوب. قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علاه. ثم إلينا وجه الخطابا تكرما وأنفسا أطابا. فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل عن مثال. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا. إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمه. يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم. وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلمين على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. يا من يقول لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بره. ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا. صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. يا من يوصل لذي 100 بجاهه يا من حمى عن سيئة. على نبي كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن. نعم شفيع من عليه 100 صلحت وألفا تفوق 100. وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة. وهو الذي لمن عليه 1000 صلى المنى وفي الجنان يلفى.
يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من جعلت الصلوات النامية عني مسافة السلوك طاوية ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت ذا اجتهاد ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بشارات تدوم أبدا مني إلى الصحاب يا من عبدا ولتجز أهل بدر الكراما عني خيرا قد لي المراما ولتجز عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكريم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي يجعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لوم وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه وعني يجزي جندك الكراما خيرا كثيرا قدت للمراما وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوا
واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يفضي الشرور على نبيك وعبدك الرسول من لي قاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل بجاهه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له صرت الخديم واجعل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن علا سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق قيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لا انتهاء لها على من قدت لي ما يشتهى بجاهه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظكم واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجز أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أشش لبلتشي منبها في ذاك عامل تشي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يد لانقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به سددتني لساني وقدتني لك مع الحسان يا من به نورتني جناني وقدتني زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجز به عني والدي يا من به أمري رممت طيا واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا
وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت أربي وقدتني به لسان العرب وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما إذ صلواتي جعلت طاوية عن المسير لرضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبتا نفعا بلا ضر ولي غلبتا وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي لي تبيح هب لي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من محى توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا من محى توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصراف عن المبيع منك ذا اغتراف وقلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا عني على خير البرايا أحمدا يا الله صل ولتسلم سرمدا عني على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه وهب ليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهبني اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقى ولوم
واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلمي على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل به بعد صلاة وسلام عليه خطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي به خير ظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات نقرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلب ولي صف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني صل بسلام فسرمدا عني صل بسلام عليه في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل صلاة مع سلامك على كاف القلاه مزحزحا جميعهم لغيرهم وذلك الشفيع أذن خير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا خبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما ولتفرقا بيني وبين كل جانب إلى غير رضاك ولتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق نافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآله وصحبه وكوني لي غرضي بلا أذى يكوني
وصل يا رحمن ولتسلما على الذي بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد وامح انتحى ما ساءني كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذى يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وصحبه وعلمي قلبي بجاهه وكلي سلمي واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العدا أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن وتسلمي على الذي به كشفت الظلم كما به محوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واصرف قلوب من قلوني لسواه ما ساءني يا من كفانيهم سواء وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمه هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقى والندمات واجز جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجز الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقد للغرضا قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكريم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهه لغيري كل ما يجب لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب واشهد لي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنه
عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنذير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل بجاهه الشهور والسنين لي شواهد وارض لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وغير منزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تزحزح المحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبا بالغفر
على الذي أورثني الكتاب به وعني زحزح العتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل رب منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الودادا لي والرضا والصدق والأمدادا مع سلام يدفع الفسوقا لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي خدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا لي قدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترا وكذبا يا من كفاني الشقى والحسدا ولم توجه بجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاح يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل بشر ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخله بشرا بتسليم تفي معسله في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راصدة كل معاد للجنان قاصدة مع سلام طارد كل حسود طرد الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء
ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وامحو توجه الأذى أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامحو توجه الأذى لجسدي ولا توجه بجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداح أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فننوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة بسلام شيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من محى المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا قائدا لي ما محاك قوملا وقدت لي منك ربيع الأولا صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله قائل خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكر والمثانيا وقدت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلا مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا به ذا الجوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجديلا وقدت لي منك جماد الأولى صل صلاة تطرد الأعداء لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مداراة ذوي الشقاء على النبي والرسول العالم من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قدمي
يا من يقول لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب صل صلاة قد صفت من اللغى على نبي الله نور البلغى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا ولتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولن تنفي العدا معا بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المريد مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي نامر وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العدا وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كل ما الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوال صل صلاة تجلب الأمانا تطيب للفؤاد والأزمانا مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأقفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وأذهب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلمة وسق لغيري حاسدي وألمه يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى تقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يخمد ولي يقول كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي بأفضل البشر في أبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرا لي أطبتها معا والعشرا
لي قلت من جلا وما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الأمان في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحصين مع سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصالا على الذي قد زحزح الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تقلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذين فاذوا الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال
واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساءني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفض بشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيوضك الكريم نيره قلوب حزبك وأسطع نوره واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع عقائدي وقولي والعمل مصححات لك وجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة عن الأذى جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن رجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وزده أفضل صلاة أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغيري العدا معا فصرفت إلى سوى الضر والإفسادا والمكر والغرور والحسادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لوم واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن للآيات وبشرى كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوعا لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وقلت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليقض شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحى له شكور شرعت باليا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باق لديه النفع قدت للعلوم صل صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام لي يخلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح على الذي صيرتني قديمه وقدت لي بين الورى تقديمه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأعطني التقوى ويسر لي ما عسرته على سواي شيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك شرعت فاكفني عوائقا كما أردت واكفني بوائقا وصل بالتسليم عني أبدا على الذي تكريمه لي بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل شروعي طارد الأعادي لغير نحوي مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا